اهلا بيكم في قناة فاميلي بيديا. معاكم ياسمين توفيق. النهاردة هنعمل مع بعض شابو جميل جدا بمناسبة البرد والشتاء الجامد جدا، وبنحتاج حاجة تدفينا في الشتاء. هنعمل مع بعض ادي منظر الشابو اللي احنا هنعمله. دي هنعملها بألوان متدرجة زي ما احنا شايفين. ده خيط واحد، خيط شنجاه بيبقى متدرج الألوان، وهنركب الكورة الفرو بتاعتنا. هنعمله بألوان رائعة هنشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان تتابعوا حلقاتنا كل أسبوع، وهتلاقوا لينك كل الحلقات ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، وأنا هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. ولو انت حابة تتعرفي على منتجاتنا أو تطلبي أي منتج تحبيه راسليني على جروب الفيسبوك، وأنا هرد على كل طلباتكم واستفساراتكم. يلا بينا نشوف الخامات اللي هنستخدمها سوا مع بعض. زي ما احنا شايفين هنستخدم انا مستخدمة خيط برنسس. الخيط البقرة دي دي 200 جرام 200 جرام متدرجة الالوان. طبعا احنا مش بنستخدمها كلها مع بعض. البقرة دي ممكن تعمل معاكي اسكارف وتعمل معاكي الشابو. طبعا الخامة ناعمة جدا عشان تبقى خفيفة. هنحتاج مع بعض إبرة مقاس 4.5، وهنحتاج طبعا السنتي عشان ناخد مقاس دوران الراس زي ما احنا شايفين، وكمان الكورة الفرو اللي هي بتليق مع الخيط. طبعا انت بتجيبيها على حسب لون الخيط اللي بتجيبيه. يلا بينا نشوف هنعمل ونبدأ ازاي مع بعض الشابو بتاعنا. هنعمل مع بعض هبدأ اول حاجة دي مثلا الراس. ببدأ بتعملي ايه؟ هبدأ في الاول اللي انا باخد العرض ده، هو ده الحتة اللي انا هشتغلها من قدام، الحتة اللي هي بتبقى قدام. فانا ببدأ عايزة اعمل ايه؟ عايزة اعمل دوران الراس زي ما احنا شايفين كده. انا هبدأ اعمل بقى هشتغل بالعرض، يعني هعمل العرض وبعدين هطلع بالطول اللي انا عايزاه. هبدأ اعمل السلسال بتاعنا زي ما تعودنا، عقدة البداية. شايفين معايا كده؟ انا عملت العقدة بتاعت البداية. هبدأ اعمل السلسال، هطلع 1 2. طبعا بتعملي العرض اللي انتي عايزاه، 3 4 5 6 7 8 9. شايفين؟ 9 10 11. ده انا كده عملت العرض. طبعا انتي بتعملي العرض زي ما انتي عايزة، ممكن تعمليه 10 سنتي، تعمليه 12 سنتي، تعمليه 13 سنتي. بتعملي العرض على حسب ما انتي عايزة القنار بتاعك بتاع الطاقية من قدام بيبقى عامل ازاي. تعالوا نشوف معايا ال 11 سنتي، ال 11 معلش سلسال طلع معايا كام سنتي. تعالوا نشوف مع بعض. طلع معايا 8 سنتي، طلع معايا 8 سنتي. فانا هبدأ ب 11 سلسالة. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه واحدة واحدة مع بعض. هبدأ بعد كده اطلع سلسالة. بعد ما عملت ال 11 سلسالة اطلع سلسالة زيادة، وهعد 1 2 وادخل في التالتة غرزة حشو. طبعا غرزة الحشو من غير لفة، بندخل بيتفضل 2 على الابرة، بسحبهم الاتنين مع بعض. شايفين؟ بدخل في اللي بعديها كده والف الخيط على الابرة، بيتفضل 2 اخد الاتنين مع بعض. دي كده اسمها غرزة الحشو، اسمها غرزة حشو. نلف كده وناخد مع بعض واكمل السلسال بتاعي بنفس الطريقة دي. كده انا خلصت السطر الاولاني. هبدأ ان انا اشتغل السطر التاني. السطر التاني هعمل ايه؟ هلف الخيط بتاعي، هطلع سلسلة والف الخيط بتاعي وادخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو، بس هدخل في نص السلسلة، يعني هاخد الفتلة من ورا مش السلسلة كلها. شايفين؟ انا بدخل في السلسلة من ورا نص السلسلة، مش بدخل في السلسلة كلها، واعمل غرزة الحشو. كمان مرة
ادي بدخل في نص السلسلة الفتلة اللي ورا واعمل غرزة الحشو. سهلة جدا وبسيطة. الغرزة دي اسمها غرزة البليسيه. الغرزة دي بتمط معاكي شوية في الشغل. هنشوف مع بعض لما اجي اخد مقاس دوران الراس اللي بنعمل ايه وعشان يتظبط معانا الشغل. شايفين بدخل في نص السلسلة واعمل غرزة الحشو. سهل جدا وبسيط خالص خالص خالص. تعالوا نشوف مع بعض كده انا باخد المقاس ازاي. انا خلصت كده السطر بتاعي، هبدأ اعمل اخر غرزة. انا وقفت على اخر غرزة علشان اوريكم اللي فيه. بصي دي ما بتبقاش باينة، اهم حاجة اخر غرزة دي تاخدي بالك منها. ليه؟ علشان انتي لو كمبتدئة بتنسي، يعني اخر واحدة دي ما بتبقاش باينة معاكي، فلازم تجيبي العلامات بتاعتك اللي هي السكتش ماركر وتحطي العلامات بتاعتك في اول الشغل ونهاية الشغل عشان ما تتلخبطيش. واهم حاجة انت مثلا احنا عاملين هنا 11 سلسلة، تمام؟ طلعوا معايا 11 غرزة حشو، يبقى لازم كل صف نشتغله يطلع معايا 11 غرزة حشو. طبعا عملتي 12 تطلع معاكي 12، عملتي 13 تطلع معاكي 13. فاهم حاجة العدد بتاعك يبقى مظبوط، علشان اخر سلسلة دي لو نسيتيها هتلاقي الشغل معاكي بينقص وانتي مش عارفة ليه. فاهم حاجة تحطي العلامات بتاعتك لو انتي لسه مبتدئة في الكروشيه. انا هكمل بقى بالطريقة دي. الغرزة بتاعتي شايفين منظرها هيطلع ازاي؟ شايفين منظرها جميل جدا ومش بتبان كمان غير لما بتكملي الطول بتاعك. تعالوا نشوف مثلا احنا بنقيس ازاي او بناخد دوران الراس. شايفين منظرها ده كده من قدام؟ شايفين جميلة جدا. وطبعا اهم حاجة اللي يبقى الشغل بتاعك مظبوط، ده اهم حاجة. بتعملي ايه عشان تاخدي دوران الراس؟ انا كالمعتاد هقولكم المقاسات الصغيرة. البيبي مثلا بيبقى دوران راسه 40 سنتي، الرجالي بيبقى 57. بعد كده الشباب بقى بتتراوح من 45 لغاية 50. طبعا السن اللي هو بيبقى اعدادي بيبدأ من 45 لغاية البنات طبعا لغاية 50. اهم حاجة اللي انت لما تيجي تاخدي المقاس وتيجي تشتغلي بتوصلي للطول اللي انت عايزاه، بس مش للطول. مثلا انا عاملاه هنا مقاس 50 بس مش عامله ال50 بالظبط، انا هوصل لغايه 47 سنتي واقف، يعني هوصل لغايه 47 سنتي ونقف. ليه؟ تعالوا نعمل الطول ونوصل للطول اللي انا عايزاه وبعدين نعرف مع بعض ليه. انا دلوقتي زي ما احنا شايفين انا عملت الطول اللي انا محتاجاه في دوران الراس. عملت الطول لغايه ما وصلت لدوران الراس. طلع معايا كام؟ تعالوا نشوف مع بعض كده الطول اللي انا عملته ده طلع معايا كام. الطول اللي انا عملته ده طلع معايا 47 سنتي. شايفه ده بيمط، شايفه البليسيه بيمط. فانا دوران الراس عاملاه 50 سنتي، بس انا لا مش هوصل لغايه ال50. انا زي ما احنا شايفين كده، تعالوا نشوف انا عملته 47 سنتي بس. ليه؟ علشان انا لما اجي البس الطاقية السكارف زي ما احنا شايفين ووريتهولكم اللي هو بيمط معايا، فالمطة دي بتاخد المقاس اللي احنا عايزينه. لو عملتيه 50 نفس المقاس طبعا لما تيجي تلبسيه تحسي اللي هو واسع. ليه؟ علشان هو بيمط معاكي. تعالوا نشوف مع بعض بعد كده هنعمل ايه. هقفلهم على بعض. هبدأ اجيب الطرف من هنا والطرف من هنا واقفلهم زي ما احنا شايفين كده. شايفين بدأت اقفل الطرف. طبعا الفتلة دي باخدها معايا تحت الشغل علشان الشغل بتاعي يبقى نظيف. ببدأ اخد اول بالسلسلة من هنا، وبعدين في الطرف التاني اخد اول سلسلة في الجهة المقابلة لها، وابدأ اعمل ايه واقفلها بغرزة حشو. يعني خدت من هنا ادي اللي بعديها، وبعدين اخد من الطرف اللي بعديه المقابل ليه واقفل بغرزة حشو كده. يبقى انا هقفل الدايرة
بتاعتي علشان اقفل وابدا ابدا في الشابو بتاعي. شايفين؟ واعمل غرزة حشو. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط خالص، مفيهوش اي حاجة. هكمل كده بنفس الطريقة والفتلة دي تحت الشغل علشان يبقى الشغل بتاعي نظيف. كده انا قفلت الدايرة بتاعتي اهي. شايفين؟ شغل نظيف وجميل ومنظرها جميل. شفتوا المنظر جميل ازاي؟ هبدأ اشد الفتلة بتاعتي شوية واعمل ايه بقى؟ هقلب الشغل بتاعي علشان ده يبقى لجوه، وابدأ اطلع بالغرزة بتاعتي. شايفين انا قلبت ازاي؟ والشغل معايا كله متساوي من الحروف، طبعا علشان العدد متساوي معايا فطلع كله متساوي. هبدأ بقى ان انا اشتغل على الدوران ده كله غرزة حشو عشان ابني الغرزة بتاعتي. فهعمل ايه؟ هطلع سلسلة وبعدين هبدأ في نفس المكان اللي انا قفلت منه واعمل غرزة حشو. طبعا هي بتبقى ضيقة شوية، بس ايه، تبقى بالراحة خالص تشتغليها هتعمل معاكي. شايفين؟ ادي غرزة الحشو. وهبدأ في كل فراغ اعمل غرزة حشو. شايفين اهي كده؟ شايفة الفتحة دي اهي؟ انا يعني عايزة اوريكي الفتحات، كل فتحة معاكي بنعمل غرزة حشو اهو كده. شايفين؟ ده مثلا اللي بعديها اهي، لاحظينها معايا، وادخل واعمل غرزة حشو اهي. وادي اللي بعديها، شايفين الفتحة دي، واعمل غرزة حشو اهو. شايفين اهي كده؟ واضحة معاكم؟ ادخل كده واعمل غرزة حشو. طبعا هتبان معاكي ان انتي كل صف عملتيه من غرز الحشو هتدخلي تعملي فيها غرزة حشو عشان ابدأ اطلع بالغرزة بتاعتي. هتقولوا لي ليه؟ عشان ما ينفعش ان انت تبني الغرزة بتاعتك كده على طول، لازم تعملي صف غرزة علشان تعرفي تشتغلي الغرزة والسلسال بتاعك يبقى باين. فانا هكمل الدوران بتاعي كله لغاية ما اوصل للاخر. انا كده زي ما احنا شايفين خلصت، وصلت لغاية الاخر. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هبدأ اعمل ايه بقى؟ اللي انا هقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة. اول سلسلة عملناها ابدأ ادخل فيها كده واقفل بغرزة منزلقة. شايفين؟ عملية بسيطة جدا وسهلة جدا. قفلت الدايرة السطر بتاعي بغرزة منزلقة وابدأ اطلع السطر اللي بعديه. هبدأ ابني الغرزة بتاعتي، هطلع 1 2، ودي ما يعتبرش عمود، يعني ده ما يعتبرش عمود. هبدأ ادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفة واحدة. بلف الخيط على الابرة زي ما احنا شايفين، بيتفضل 3 على الابرة، باخد 2 في 2 كده. يبقى انا عملت اول عمود. شايفين؟ انا كده عملت اول عمود. بعد 1 2 واعمل ايه بقى؟ هدخل في التالتة كده في تالت سلسلة واعمل عمود، وادخل في نفس المكان هعمل عمود تاني في نفس المكان. كل ده اللي انا عاملاه في نفس السلسلة، اعمل عمود تاني. وبعدين بعد كده هعمل ايه؟ هطلع هعمل سلسلة، وبعدين ادخل في نفس المكان واعمل عمودين كمان. دي غرزة المروحة اللي هي اسمها غرزة المروحة او اسمها غرزة الصدفة. شايفين؟ اهي. يبقى انا كده عملت عمود وبعدين عديت سلسلة والتانية وبعدين دخلت في التالتة، عملت 2 عمود سلسلة 2 عمود. بعد كده هعمل ايه؟ هعد 1 2 وادخل في التالتة واعمل عمود بس. يبقى انا هكمل كده كله عمود وبعدين 2 عمود سلسلة 2 عمود وهكذا. وبعدين اعدي 2 سلسلة وادخل في التالتة واعمل عمود، وبعدين اعد 2 سلسلة وبعدين ادخل في التالتة واعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود. هعمل بعد كده 2 عمود.
ركزوا معايا اهو. وبعدين اعد 2 اهو، عملت عمود وبعدين سبت 2 سلسلة ودخلت في التالتة، عملت 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبعدين اعد 2 سلسلة وادخل في التالتة واعمل عمود واحد بس، وبعدين 2 سلسلة وادخل اعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبعدين اعد 2 سلسلة وادخل في التالت واعمل عمود، وهكمل بالطريقة دي لغاية الاخر. والمفروض اللي يفضل معايا في الاخر 2 عمود سلسلة 2 عمود في نفس المكان. نكمل كده ولغاية الاخر. كده انا بدأت وصلت للاخر. هبدأ اعمل هعد 1 2 وادخل في التالتة واعمل 2 عمود سلسلة 2 عمود. يبقى لازم ان انت الشغل بتاعك ينتهي بالاخر اللي تعملي 2 عمود سلسلة 2 عمود. شايفين؟ وابدأ بقى اقفل الغرزة بتاعتي. طبعا في ادي اول عمود، طبعا نتفادى الاتنين سلسلة اللي احنا عملناهم وادخل في اول عمود، ادخل في الاول عمود اهو، شايفين السلسلة معايا اهي العمود ده، واقفل بغرزة منزلقة. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي حاجة خالص. ابدأ بقى السطر التاني. هنبدأ نعمل ايه زي ما تعودنا مع بعض. هطلع 2 سلسلة، والاتنين سلسلة دول ما يعتبروش اول عمود. هبدأ اعمل العمود بتاعي. العمود ده هيعمل عمود امامي. انا هعمل العمود الامامي. العمود الامامي بيشتغل ازاي؟ زي ما تعودنا، شايفين انا دخلت من ورا وطلعت من الناحية التانية وسحبت الابرة وعملت العمود بتاعي عادي. شايفين؟ ده اسمه البريد الامامي، العمود الامامي. هبدأ بعد كده الاتنين العمود والسلسلة واتنين عمود هدخل في السلسلة اللي انا عملتها بينهم. يعني شايفين السلسلة اللي عملهم، هدخل جواها كده، هدخل جوه، شايفين الفتحة اهي، ادخل جوه كده واعمل 2 عمود، وادي التاني سلسلة 2 عمود. يا رب تكون الطريقة واضحة معاكم وسهلة. وطبعا اي حد عايز يسأل على اي استفسار ابعتولي وانا هرد على كل طلباتكم واستفساراتكم. تعالوا نشوف بعد كده. ادي هيقابلنا العمود، هعمله بريد امامي ازاي. هدخل كده بالابرة من ورا كده، شايفين الفتحة اهي اهي كده، واطلع من الفتحة التانية من ورا ويبقى العمود بتاعي قدام، واعمل عمودي عادي كده، يبقى العمود بتاعي طلع من الامام اهو. في منظر الغرزة جميل جدا وشيك جدا في اللبس. اللي بعديها نعمل نفس الطريقة. ادي الفتحة اللي في النص، شايفين السلسلة دي الفتحة اللي في النص اللي احنا عملناها، هدخل واعمل 2 عمود، ادي عمود، وبعدين التاني سلسلة 2 عمود. بسيطة وسهلة جدا جدا وما فيهاش اي حاجة. وبعدين العمود اللي بعده بريد امامي، هدخل كده. انا بعمل معاكم تاني واكرر عشان تبقى واضحة معاكم. شايفين انا دخلت ازاي؟ واعمل العمود بتاعي عادي. هكمل بقى كده السطر بتاعي كله لغاية الاخر. شايفين منظرها جميل جدا وشيك او كده. عملت عمود بريد الامامي، وبعد كده عملت المروحة بتاعتي 2 عمود سلسلة 2 عمود، واكمل كده لغاية ما اخلص الدوران بتاعي، واقفل بغرزة منزلقة في اول عمود انا عملته. طبعا بتفادى الاتنين سلسلة وادخل في العمود بتاعي. شايفين؟
يا رب العملية تكون سهلة جدا وبسيطة. انا بقى هشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل الطول اللي انا عايزاه. يعني انا هشتغل بالطريقة دي ما فيهاش ولا زيادة ولا نقصان. هشتغل بالطريقة دي لغاية ما هعمل 10 سطور. يعني هتعملي على حسب ما انت هتوصلي للطول اللي انت عايزاه. كده انا وصلت للطول اللي انا عايزاه. عملت عدد السطور اللي انا عايزاها. تعالوا نشوف مع بعض. شايفين منظرها عامل ازاي؟ طبعا انا عامله طول الشابو. عاملاه بتعملي طبعا انت طول الشابو 23 22. طبعا عايزه تطولي عن كده تبقى نازل مدلدل شويه ما فيهاش اي حاجه وما فيهاش مشكله. انت بتعملي على حسب الطول اللي انت بتبقي عايزاه. يعني بتعملي الطول على حسب ما انت عايزاه. بعد كده انت بتعملي تنقيص. يعني الشابو ده شايفين انا بعد كده هبدأ انقص بقى علشان اخد الرسمة بتاعة الشابو. تعالوا نشوف الطول لغاية ما خدناه كده. شايفين معايا 20 سنتي. شايفين؟ هبدأ اعمل ايه بعد كده بقى؟ انا عايزة ابدأ اللي انا هنقص. فانا ازاي بقى طريقة التنقيص؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. هنبدأ ننقص في الشابو بتاعنا ازاي في الغرزة دي. هبدأ اقفل الدايرة بتاعتي واطلع 2 سلسال زي ما اتعودنا طبعا. والاتنين سلسال دول ما بيعتبروش اول عمود. هبدأ اعمل العمود البريد الامامي بتاعي عادي خالص. وبعدين هبدأ اجي في الغرزة اللي بعديها. تعالوا بقى ركزوا. انا دلوقتي الاتنين عمود والسلسال 2 عمود ده هدخل في جوه اول واحدة كده وهعمل عمود. وبعدين هعمل ايه بعد كده؟ مش هشتغل عمود تاني، لا هعمل سلسلة وادخل اعمل عمود تاني بس. يبقى انا كده بقلل في الغرز بتاعتي. شايفين؟ يبقى انا دخلت في اول واحدة عملت البريد الامامي بتاعي. الغرزة بتاعت المروحة عملت عمود سلسلة عمود. الغرزة اللي بعديها هعمل العمود بتاعي عادي البريد الامامي. شايفين؟ الغرزة اللي بعديها هعمل عادي 2 عمود سلسلة 2 عمود. يعني انا همشي واحدة وواحدة. واحدة هعمل عمود سلسلة عمود. وبعدين اللي بعديها هعمل 2 عمود سلسلة عمود. يبقى انا مشيت واحدة وواحدة كده. يبقى انا بدأت في التنقيص علشان اطلع وينقص معايا الشابو. شايفين اهو كده. العمود طبعا العمود البريد الامامي ده ثابت معايا ما مش بيتغير خالص ثابت معايا. وبعدين اعمل العمود البريد الامامي. وبعدين اللي بعديها شايفين كده اهو. اللي بعديها هعمل ايه؟ هعمل عمود سلسلة عمود اهو. يا رب يكون الشغل واضح معاكم وبسيط. شايفين؟ هكمل كده بالطريقة دي الدوران كله. يعني انا هكمل بالطريقة دي كده الدوران كله اهو كده. 2 عمود سلسلة 2 عمود. وبعدين البريد الامامي واكمل الدوران كله بنفس الطريقة. كده انا خلصت السطر بتاعي. شايفين بدأت العملية بتقل معايا. لو هي طبعا مش باينة دلوقتي هتبان معاكم في السطر اللي بعد كده. هبدأ اقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة. السطر اللي بعد كده عبارة عن تكرار السطر اللي قبليه. عبارة عن تكرار السطر اللي قبليه. يعني هعمل ايه؟ يعني لما عملت فيه عمود سلسلة عمود هعمل فيه عمود سلسلة عمود. واللي عملت فيه 2 عمود سلسلة عمود هعمل برضو فيه 2 عمود سلسلة عمود. يعني السطر ده تكرار للسطر اللي قبليه. هعمل سطرين كده بنفس الطريقة. هكمل كده السطر بتاعي
انا كده كملت السطر بتاعي خلاص. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هقفل بغرزة منزلقة، اقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة، وابدأ نشوف السطر التاني هنبدأه ازاي. هبدأ اعمل في كل واحدة اللي انا اعمل عمود سلسلة عمود، يعني بعد كده هيبقى كله عمود سلسلة عمود. تعالوا نشوف مع بعض. ادي كده العمود البريد الامامي ده ثابت طبعا، هعمل العمود البريد الامامي عادي، وبعدين بعد كده هتيجي الغرزة اللي بعد كده هعمل عمود سلسلة عمود، وبعدين العمود اللي بعده البريد الامامي، هعمل البريد الامامي بتاعي عادي، وبعدين هاجي على العمودين سلسلة عمودين. هعمل ايه بقى؟ ادخل كده جوه واعمل عمود واحد بس، عمود واحد بس، وبعدين سلسلة عمود تاني واحد بس. يبقى انا همشي كله كده، همشي كله كده. هعمل بقى ايه؟ يبقى انا هعمل الغرز بتاعتي كلها بعد عمود، وبعدين الغرزة اللي بعديها عمود سلسلة عمود، وبعدين البريد الامامي، وبعدين عمود سلسلة عمود البريد الامامي. همشي بالطريقة دي كلها الدوران بتاعي لغاية الاخر. طبعا المنظر باين معايا اللي هو بيقل، فانا هكمل بالطريقة دي لغاية اخر السطر، وبعدين نشوف هنعمل ايه. طبعا انا هشتغل كملت العدد بتاعي، مشيت بالطريقة دي 3 سطور، 3 سطور. شايفين قل معايا ازاي المنظر؟ المنظر قال معايا خالص، والمنظر الشابوه بدأ يبان معايا. انا اشتغلت 3 سطور العمود سلسلة عمود. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هطلع واعمل العمود بتاعي اللي هو البريد الامامي عادي، هعمل البريد الامامي عادي، شايفين؟ وبعدين الغرزة اللي بعديها هعمل بقى عمود واحد بس. يعني انا بعد ما اشتغلت وعملت الثلاث سطور كده من نفس الطريقة، هاجي بقى بعد كده في السطر الرابع هشتغل عمود واحد بس. يعني شايفين معايا؟ واجي اعمل ادي كده واعمل غرزة اهي، البريد الامامي ثابت معايا، اللي بعديها هدخل في النص كده واعمل عمود، شايفين؟ واللي بعديها العمود البريد الامامي بتاعي عادي، اللي هو العمود من الامام، شايفين اهي. اللي بعديها هدخل في النص واعمل العمود، وبعدين كله كده هكمل لغاية الاخر بنفس الطريقة. شايفين المنظر معايا؟ طبعا المنظر باين خالص، وده للاخر اهو، شايفين؟ هبدأ اعمل ايه بعد كده بقى؟ هبدأ اتفادى. تعالوا بقى ركزوا معايا في النقطة دي علشان تبقى واضحة. هعمل ايه؟ هعمل البريد الامامي بس. يعني شايفين انا هدخل اعمل اهو العمود الامامي بتاعي، وبعدين هتفادى العمود اللي بعده، مش هشتغل فيه خالص، هتفاداه وادخل اعمل البريد الامامي التاني على طول. يبقى انا عملت البريد الامامي وتفاديت العمود اللي بعديه، ما دخلتش فيه خالص، ودخلت عمود الامامي البريد الامامي بتاعي، عملت التاني على طول. شايفين؟ تفاديت العمود ودخلت في اللي بعديه، عملت البريد الامامي على طول. متهيألي يا جماعة الموضوع سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجة. شايفين؟ هعدي العمود وادخل واعمل البريد الامامي بتاعي على طول كده. يبقى انا بعمل عملية تناقص في الشابوه عشان الشابوه بتاعي نلمه من فوق. هكمل كده لغاية الاخر.
شايفين الشابو بتاعنا بدأ بان خالص، شايفين الفتحة بقت، شايفين كده، شفتوا فتحة الدايرة اللي فوق بقت بتقل معايا ازاي. طبعا عايزين ان انتوا نقطع بقى الخيط وتبدأي اللي انتي نلمها تمام، بس انا حابة ان انا اشتغل سطر تاني من اللي هو البريد الامامي، يعني انا حابة اشتغل سطر تاني وبعدين اقفله. حابة انتي تقفليه على كده تمام، بس انا بفضل اللي انا اشتغل تاني عمود. انا اشتغلت تاني صف تاني بريد امامي بس. شايفين فتحة ضاقت شوية اكتر كمان من الاول، ده انا بفضل كده. هبدأ اعمل ايه بعد كده بقى؟ هبدأ اقطع الفتلة بتاعتي، بس طبعا هسيب حتة كده صغيرة عشان انا هبدأ اقفل الشابو بتاعي من فوق واركب الكرة بتاعتي. فانا هبدأ كده اشد الخيط بتاعي تمام، وابدأ الضم واجيب ابرة التنظيف بتاعتي والضم الخيط بتاعي. اجيب ابرة التنظيف اللي احنا اتعودنا عليها اهي، دي كده ابرة التنظيف الفتحة اللي هي بتبقى فتحتها واسعة، وابدأ الضم الفتلة الخيط بتاعي كده. شايفين طبعا بنعملها بنردمها بالراحة خالص عشان تبقى ما تفتلش منا كده. انا لضمت الفتلة بتاعتي، هبدأ بقى اللي انا اقفل الفتحة بتاعتي اللي احنا شايفينها دي من فوق. هنعمل ايه؟ زي ما بندكك احنا مثلا، احنا بندكك فبتخشي كده، شايفة اهي كده، واطلع من الناحية التانية الغرزة اللي بعديها، واطلع من الناحية التانية واشد الخيط، وبعدين ادخل كده واطلع من الناحية التانية واشد الخيط بتاعي زي ما بتدككي بالظبط، بس انتي بتعملي بالخيط والابرة. شايفين اهو كده، واشد الخيط بتاعي. شايفين اتقفل ازاي؟ اتقفلت ازاي الدايرة بتاعتي؟ وابدأ بقى اثبت الشغل بتاعي. اهم حاجة اللي انتي تثبتي الشغل بتاعك حلو، طبعا علشان الشابو ما يفكش منك خالص. شايفين ابدأ اثبت كده الشغل بتاعي كويس جدا، عشان بعد كده هدخل في المرحلة اللي بعد كده اللي انا اركب الكرة الفرو بتاعتي وادخل كده من جوه، طبعا عشان الخيط بتاعي ما يبقاش باين خالص كده. شايفين؟ واسحب كده عشان يبقى الشغل بتاعي ويبقى الخيط بتاعي نضيف خالص من فوق. هبدأ بقى اقلب كده الشغل علشان انضف الشغل بتاعي من جوه، بس انا مش عايزة هنضف وما اقطعش الفتلة بتاعتي عشان اركب الكورة. هبدأ بقى بعد كده، دي الفتلة بتاعتي انا ما قطعتهاش، يعني انا ما قطعتش، انا ثبت الشغل بس بتاعي من جوه، ثبته وما قطعتش الفتلة بتاعتي. ليه انا ما قطعتش الفتلة بتاعتي؟ عشان انا لسه هركب الكورة بتاعتي اللي هي الفرو. تعالوا نشوف طول الشابو بتاعنا طلع مقاسه قد ايه. انا عملته 28 سنتي. طبعا الشابو بيتراوح من 23، تحبي بقى 24 25 26 عندك، لغاية ممكن ما تعمليه لغاية 30 سنتي. في ناس بتحب جدا الشابو تلبسه يبقى نازل مدلدل قوي من ورا، فممكن تعمليه كده، يعني الطول لغاية 30 سنتي ده بيبقى اللي هو ايه، بيبقى نازل، بتحب البنات بيبقى مدلدل من ورا. بس الطول اللي هو 27 مناسب، يبقى ولا هو نازل قوي من ورا ولا هو ماسك برضو من فوق قوي، بيبقى نازل حلو كده برضو، بيبقى مدلدل شوية. هبدأ اركب الفرو بتاعي، كرة الفرو. شايفين انا دخلت الكرة الفرو الخيط، شايفة الفتحة بتاعت الستان، دخلت الابرة وبعدين بدأت اشد كده وادخلها في الشابو كده وادخل كده من جوه واشد علشان بقى اثبت الكورة بتاعتي كويس. شايفين كده تبدأي بقى تشدي وتثبتي الكورة بتاعتك، اهم حاجة تثبت حلو
وتثبتي بيها بالخيط. وارجع تاني يعني شايفين، بصوا انا رجعت تاني كده اهو وطلعت. طبعا انتي الخيط اللي احنا شايفينه هو الستان من تحت ده، مش هو ده اللي انتي بتخيطي فيه، لا انتي دخلتيها وبعدين انا عايزه اثبتها حلو. بتعملي ايه؟ بدخل في الكرة نفسها، يعني انا بدخل في الكرة نفسها. يعني شايفين كده، باخد الستان كده وادخل في الكرة نفسها كمان علشان اثبت الكرة بتاعتي كويس. يعني ده اهم حاجة اللي انتي تثبتيها. لو انتي ما ثبتهاش كويس هتلاقي الكرة بتاعتك كده بتقع منك وبيبقى منظرها مش حلو. شايفين؟ بتبدأي بقى بتثبتي، تطلعي وتدخلي تطلعي تدخلي لغاية ما تثبتي الكرة بتاعتك حلو جدا. انا هثبت الكرة بتاعتي وارجع لكم تاني. ده منظر الشابو بتاعي بعد ما خلص. شايفين منظره جميل جدا، والكرة الفرو بتاعتي اتركبت وثبتها. شايفين منظره شيك وجميل جدا ازاي. يا رب يكون الحلقة عجبتكم ونفذوا الشابو بسرعة، ما بياخدش معاكم وقت خالص. وطبعا لو انتم محتاجين اي استفسار ابعتولي وانا هرد على كل طلباتكم واستفساراتكم، وراسلوني خاص برضو انا هرد على كل حاجة. وده كان منظر الشابو بتاعنا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واستنوني في حلقة جديدة وحاجة جديدة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان تتابعوا حلقاتنا كل اسبوع. باي باي.